ينوي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إرسال دعوة للاتحاد المغربي لكرة القدم أو ما يعرف باسم الجامعة الملكية المغربية لخوض مباراة ودية مع منتخب المغرب. وقد ذكرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأخبار. قالت هذه المؤتمرات إن هناك رغبة قوية في جانب الاتحاد الإنجليزي في خوض ذلك حتى يستفيد من تقديم المنتخب المغربي في كأس العالم، حيث يصفه دائما كأحد أفضل 4 فرق في العالم. على جانب المنتخبات، يستعد اتحاد الكاف الاتحاد لكأس إفريقيا لإظهار بشكل رسمي بلد صورة تظهيرية شاملا من شأنه تحديد بطولة كأس إفريقيا القادمة في عام 2025، وذلك خلال مؤتمر يعتزم عقده الشهر المقبل. ووفقا لتنبؤات صحفية إفريقية، يعتبر المغرب من أحد المتسابقين المحتملين بسبب بنية تحتية ذات تطور مذهل وأحداث كروية ناجحة قام بتنظيمها، من بينها مباراة ودية التي جمع فيها المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي.